انت سي دابور هاود لها الوثيقه، انت عندك هذيك الوثيقه كتقول حتى هي وثيقه رسميه، وبالتالي انا فقلت ملي كتخلصوا مزيان. واش فلوسكم ما كتجيش من نفس الكونت وياهم نفس عافاك؟ خليني مابقاش يخاطعني باش نخليوها يكون صحيح، باش مابقاوش نوضعوا حذر المهارات اللي كتمرر. بالنسبه لنا حنا كاساتذه اطر ضعف ولا التعاقد، ها هي واضحه، كناخذوها هي اطر الاكاديميات باب المعدات والنفقات المختلفه فوق الشمس. هنا ها الموظفين النظاميين هاو اللي كيتخلصوا، هادو ميزانيات الموظفين مزيان. هادشي باش نعرفوا لنا شنو هو هذا حول مشروع الميزانيه اللي كتناقشوا وزاره الوطنيين سنويا ياك في البرلمان. نجيو نذكر السي ادربو بالخرجه الاعلاميه ديالو اللي هو بدا شي ديال التعاقد باحدى القنوات الرسميه الخاصه. شنو كيقول؟ تسولنا السيد المقدم قال لي هاد الناس كيتخلصوا، قال لي كتخلصوا من الدوله، قال لي علاش ما ندمجوهمش؟ قال له المشكل المناصب الماليه هي اللي ما كايناش، وهاد الهضره راه مسجله وموثقه السي ادربو موثقه وكاينه حنا غنجبدوها، كاينه هاد الهضره لان هذاك المشكل المناصب الماليه هو اللي يعني هاد وهذا الحقوق المنصوص عليها. وعلاش ما دمجوا؟ مشكله المناصب الماليه هو كتخلصوا. لا شي ما هي ديك هو كتخلصوا. انا كنتكلم كاكاديميه. الاكاديميه مؤسسه عموميه. الا كانت يعني هذه الفلوس اللي غنعطيو يعني للاكاديميات مين غتجي من الدوله؟ ميزانيه الدوله. نوظفوا هاد الناس وندمجوهم. ماشي بالضروره. الاكاديميات كمؤسسه عموميه طبيعه الحال هي كتنفق من الهبه اللي كتعطيها الدوله، ولكن هي كمؤسسه عموميه مطلوب على انها ان تعبئ مداخل اخرى، قد تكون من الجهه، قد تكون من المجتمع المدني، قد تكون من البايغ دو فون على برا، انها تعبئ موارد اخرى. واحد النهار غيجي فعلا الوقت فاش هذه الاكاديميات غتكون عندها واحد الامكانيه على انها تشغل الناس بموجب عقود كباقي المؤسسات العموميه وتؤدي لها اجور، وربما قد لا تكون في حاجه الى ما يسمى بالاعانه، كنسميها لا سوبفونسيون دو ليتا اللي هي الاعانه اللي كتعطى سنويا.